قصتنا بتبدأ سنة 1957 جنب جبال الروكي في كولورادو. في بنت اسمها هوب بتطلب رقم تليفون لقيته في حلمها. هي بتقول إن الرقم ده ظهر لها في حلم وما كانش فيه كود منطقة، فأكيد ده رقم محلي، والرقم كان محفور في تلج. بعد ما سمعت الصوت في الطرف التاني سألت مين أنت؟ وفجأة خط التليفون اتملى بوشوشة. بس المشهد بيتنقل ل 1982 في شمال دنفر، وبنشوف ولد اسمه فين بيتخانق وبيضرب طفل تاني، وأخت جوين بتقول له يوقف. لو ما تعرفش عن فين، فهو من 4 سنين قتل قاتل متسلسل اسمه الخاطف The Grabber. الخاطف ده كان بيخطف ويقتل الأطفال، بس لما خطف فين قدر فين يتواصل مع أشباح الأطفال المقتولين عن طريق تليفون أسود. بمساعدتهم فين قدر يقتل الخاطف. دلوقتي بيجي ولد اسمه إيرني يزور الأخوات دول. إيرني هيشتري تذاكر لحفلة فرقة ديوران جوران بالليل. جوين من أشد المعجبين بالفرقة، بس ما عندهاش فلوس للتذكرة، فإيرني وعدها إنه هيجيب لها واحدة برضه. فين بيبدأ يضايق جوين بسبب الموضوع ده. بعدين بالليل فين بيتسلل بره البيت عشان يدخن وما يشوفوش ابوه، وفجأة بيشوف الخطف واقف قدامه، بس ده كان مجرد تخيل من فين. لما جوين حاولت تتكلم معاه عن كده، فين قال انه مش عايز يناقش الموضوع. بعد كده بيظهر مشهد لمعسكر بحيرة ألبن كامب، والاطفال بيستمتعوا بالتلج، بس في حد بيخطف واحد من الاولاد وبيقتله. الطفل الميت بيكتب حرف الدبليو في التلج بصبعه. كل ده كان جزء من حلم جوين، واحلام جوين دايما بتتحقق. جوين بتبدأ تسمع صوت تليفون بيرن، بتمشي ورا الصوت وبيطلع الصوت من بيت هو نفس البيت اللي اتخطف فيه فين من 4 سنين. فين بيجي ويصحي جوين وبيقول لها انها كانت بتمشي وهي نايمه، بس لما جوين بتقول له شفت حلم وحش، فين بيتجاهلها. تاني يوم الاطفال في المدرسه بيضايقوا جوين وبيقولوا لها ساحره. إيرني بيظهر ومعاها التذاكر بتاعتها، بيسالها انت بتؤمني بالكلام ده بجد؟ جوين بتقول اه. إيرني جاب لها ورقه تاروت، هو عارف ان الاحلام اللي بتيجي لجوين بتوريها حاجات. جوين بتساله عرف ده ازاي؟ إيرني بيقول لها انه سمع من اهله. اخو إيرني كمان اتقتل على ايد الخاطف، وجوين هي اللي كانت اتصلت بالبوليس وقالت لهم مكان الجثث كلها. هي كانت عرفت عنهم عن طريق احلامها. في نفس الوقت فين بيرد على تليفون بيرن وبيقول اسف ما اقدرش اساعدك. التليفون ده بيكلمه الاموات. بالليل جوين بيجي لها نفس الحلم بتاع معسكر البحيره تاني. بالليل القاتل بيقتل طفل تاني، والطفل الميت ده بيكتب حرف البي قدام جوين. جوين بتصحى من الحلم، بتمشي ورا صوت التليفون اللي بيرن. بره البيت بتشوف ولد مرمي محروق بالكامل. جوين بتنتهي بيها الحال في نفس القبو اللي فين كان محبوس فيه من 4 سنين. بتمسك التليفون، والطرف التاني هي هوب، البنت اللي شفناها في اول القصه وبتتكلم من سنه 1957. هوب بتقول لجوين انها جابت الرقم ده في حلمها، والاطفال الميتين هم اللي ادوهولها عن طريق احلامهم. بس بعد كده جوين وهوب ما بقوش سامعين صوت بعض، وقدام جوين بيظهر اخو الخاطف اللي قتله الخاطف. الباب اللي قدامهم بيتفتح، بيسمعوا صوت حد نازل من فوق. التليفون بيرن تاني. بعدين بره الحلم فين بيجي عشان ياخد جوين، بيقول لها انها مشيت وهي نايمه لحد هنا. فين بيهدي جوين. جوين بتقول كنت على التليفون، كنت بكلم ماما، هي كلمتني من معسكر شباب. ففين بياخد جوين من هناك، بس في دم على رجلين جوين، هو نفس دم الولد اللي شافته في حلمها. تاني يوم جوين بتوري فين كتيب عن المعسكر ده، بتقول لازم نروح هناك، انا عملت كل الابحاث بالفعل. فين ممكن ياخد وظيفة هناك كمرشد تحت التدريب. ابوهم كده كان عايز فين يشتغل اي شغلانة. اول ما ابوهم شاف كتيب المعسكر قال لهم امك كانت بتشتغل هناك. سألهم عرفوا عن المعسكر ده ازاي. فين كذب وقال من شوية عيال في المدرسة. تاني يوم جوين كانت هتسافر لوحدها مع إيرني للمعسكر، بس فين ما قدرش يسيبها تروح لوحدها، حزم حاجته وراح معاهم عشان ياخد باله من اخته. وهم مسافرين الطرق بقت صعبة بسبب الجليد، ما بقوش شايفين حاجة قدامهم. فين نزل من العربية وبدأ يجري قدامها، بيحاول يرشد العربية في الطريق. بعدها بشوية قابلوا ست راكبة حصان اسمها موستانج اللي ودتهم للمعسكر، بس لما وصلوا اكتشفوا ان الطريق عشان يوصلوا لهنا اتقفل دلوقتي. المعسكر اتلغى، ودلوقتي مفيش غيرهم هم الثلاثة وطاقم الدعم اللي متورطين في المكان ده. المشرف على المعسكر أرماندو ورى فين وإيرني أماكن سرايرهم. موستانج ورت جوين مكانها. حسب القواعد جوين ما ينفعش تنام في كابينة فين وإيرني. فين خرج بره عشان يدخن، وجوين وهي نايمة جالها حلم. الطفل الثالث اللي مات في المعسكر ده بيكتب حرف اتش قدامها. في نفس الوقت تليفون بيبدأ يرن قدام فين بيمسكه وبيقول انا اسف ما اقدرش اساعدك، بس التليفون ما بطلش رنين. في انزعاج فين رجع وسأل مين ده. جوين بدأت تسمع صوت خربشة جاي من تحت سرير في كابينتها. بتشوف تحت السرير فيه ولد ميت هناك، وعلى تليفون فين بيتكلم الخاطف. فين بيحاول يخرج من هناك بس ما قدرش يهرب. في أوضة جوين الأطفال الميتين دول بيهجموا. جوين بتشوف حالتهم وبتبدأ تصرخ. فين بيسمع صرخاتها وبيجري بسرعة ليها بيرجعها لوعيها. جوين بتعيط وبتقول أنا حاسة إني اتجننت. ظهرت علامات على إيد جوين، بتخفيهم وبتروح تقعد مع إيرني اللي عارف إن جوين شافت حلم وحش خلاها تنام جنبه. جوين بتدعي المسيح، بتطلب منه إنه ما يوريهاش أحلام وحشة تاني. إيرني بيبدأ يسألها أنت كلمتي المسيح كده عادي؟ بيقول إن شايف إن ده حاجة جامدة. إيرني كانت
كاثوليكية. هي كانت هتحب إن إيرني بيصاحب بنت بتصلي. جوين بتقوله إن مامتها برضو كانت مسيحية. هي بتوضح إنها ورثت القدرة على الأحلام دي من مامتها. جوين كانت خايفة إن زي ما الهدية دي جننت مامتها نفس الحاجة تحصل لها. وهم بيقربوا من بعض أكتر، فين اللي كان نايم جنبهم فجأة اتكلم وقال أنا هنا أهو، فكلهم راحوا ناموا بهدوء. الصبح جوين بتقول لفين إن إيرني جه هنا عشان يساعدهم في التحقيق بتاعهم. فين غضب لما عرف إن جوين قالت لإيرني كل حاجة، فجوين وريته العلامات اللي على إيديها ووضحت إن في الحلم واحد من الأطفال مسكها. لما أرماندو ناداهم كلهم راحوا عشان يفطروا. أرماندو بيقول لهم إن بسبب العاصفة الثلجية الطريق هيتفتح بعد 3 أيام. هو كمان عرف إن جوين نامت في كابينة الأولاد، حذرهم ما يخلوش ده يحصل تاني وإلا هو هيخسر ترخيص المعسكر. سأل طيب قولوا لي انتوا جايين هنا ليه؟ هو كان عارف إنهم أكيد جايين لسبب تاني. فين قال له مامتنا كانت بتيجي هنا. جوين بتدي أرماندو اسم أمهم بس هو مش فاكر بالظبط، بس أول ما شاف صورة هوب عرفها، كان يعرفها كويس جدا. سأل إزاي ماتت. فين قال له إنها انتحرت. أرماندو قال إنهم بعد الأكل ممكن يكلموا عائلتهم. فين سألوا عن التليفون اللي بره. التليفون ده قاطع بقاله فترة طويلة. فين قال إن بالليل جاله اتصال على التليفون القاطع ده. فجأة التليفون بدأ يرن تاني. فين مسكه بس المرة دي ولد ميت بيتكلم من الطرف التاني. الأولاد الميتين دول ما يعرفوش إيه اللي حصل لهم، هم بردانين بس، هم في مكان ما في الضلمة بيطلبوا المساعدة من فين. فين سأل متوا إزاي بس هم مش فاكرين حتى ده. بيقولوا مفروض ما نكونش هنا، ده مش مكاننا. بدأوا يخبطوا على كابينة التليفون بس فين بس اللي يقدر يسمعهم ما قدرش يشوفهم. بعد كده جوان وإيرني راحوا المكتب المعسكر عشان يسألوا عن تاريخ المعسكر بس ما عندهمش أي تاريخ مفصل. إيرني سأل عن الأطفال الميتين بس باربرا ما رضتش تقول لهم أي حاجة. وفي نفس الوقت جوان وباربرا اتخانقوا. بالليل في حلمها جوين شافت مامتها. هوب برضو كانت بتقدر تتكلم مع الأطفال الميتين دول. جوين كانت بتراقبها. بعدين من ورا والد ميت قال مفروض ما تكونيش هنا. جوين مشيت وراه وشافتهم كلهم الأطفال الميتين. لما جوين خرجت من الحلم مامتها كانت واقفة قدامها. في نفس الوقت فين سمع صوت التليفون بيرن. قال لإيرني خلي بالك من أختي. جوين بتجري ورا الأطفال الميتين. بتشوف فين رايح ناحية كابينة التليفون بس تجاهلته وكملت ورا الأطفال. لما فين مسك التليفون الخاطف اتكلم في الطرف التاني. فين قال له انت ميت. الخاطف رد فين انت بالذات عارف ان ميت مجرد كلمة. فين سأله عايز ايه. الخاطف قال بسببك اضطريت اقتل اخويا، انا كنت بحبه قوي ودلوقتي بسبب ده انا هقتل اكتر حد بتحبه. قصده جوين اللي وصلت ورا الاطفال لحد مطبخ المعسكر. الخاطف ظهر قدامها وهاجمها، رماها على الارض وخنقها بفاسه. إيرني والناس التانيين وصلوا وشافوا جوين بتتشنج على الارض. فين برضه سمع صرختها وجري ناحيتهم. الخاطف كان لسه هيرمي جوين في النار بس إيرني مسكه. التانيين كمان ساعدوه. الخاطف اللي جوين بس هي اللي تقدر تشوفه رجع تاني لجوه. فين وصل ورجع جوين لوعيها. باربرا قالت انت جواكي شيطان. كلهم قعدوا عشان يتكلموا عن اللي لسه حاصل. أرماندو سأل جوين عن أحلامها فجوين بدأت توصف الأطفال. أرماندو اتصدم لما سمع وصف جوين لأنها عرفت حاجات محدش يعرفها غير البوليس وأرماندو. فين سأل سمعت اسم الخاطف وفي اللحظة دي الكل عرف ان فين هو الولد اللي قتل الخاطف. جوين قالت لهم ان الخاطف هاجمها في المطبخ. أرماندو وراهم صور قديمة للمعسكر أمهم كانت موجودة فيهم. ساعتها أرماندو كان مجرد الطباخ هنا بس هو وعد أهالي الأطفال المفقودين إنه مش هييأس لحد ما يلاقيهم. أرماندو كان بيدور على جثث الأطفال الميتين كل يوم من ساعتها عشان يرتاحوا. دلوقتي بما إن جوين وفين هنا هو مش عايز يضيع الفرصة دي. وفي اللحظة دي فين لمح الخاطف في الصور. اسمه الحقيقي كان بيل. كل اللي في المعسكر كانوا بينادوه بيل المتوحش لأنه كان بيلبس زي وايلد بيل هيكوك. هو كان بيشتغل هنا عامل صيانة. لما سمعت جوين أحرف الأولى ل WBH فهمت إن ده المكان اللي بدأ فيه. وبعد موت الخاطف سنة 1978 حاجات غريبة بدأت تحصل حوالين المعسكر. ده معناه إن بعد ما مات روح الخاطف جت هنا. نظرية جوين إن روحه ممكن بتستمد القوة من ضحاياه لأن أرواحهم مش مرتاحة وجثثهم أكيد في بحيرة متجمدة. أرماندو افتكر إن بيل كان بياخد الأطفال عشان يلعبوا هوكي على الجليد في بحيرة مارو. كان معاه هناك معدات ممكن يستخدمها عشان يخرم التلج في البحيرة ويدفن جثث الأطفال هناك. فدلوقتي الناس دي لازم تلاقي الجثث دي عشان ينهوا قوة الخاطف. الصبح هيطلعوا على بحيرة مارو بس بالليل الراديو في كابينة أرماندو اشتغل لوحده. صوت طلع من الراديو انت خلتني أقتل أخويا. أرماندو عرف إن ده بيل بس بيل قال أنا مش اسمي بيل. فجأة النور قطع. أرماندو ولع كشاف بس بعدها وش
راجل تلج ظهر وخبط على شباكه، دم بدأ ينزل منه. في نفس الوقت فين كان بيدخن بره. أرماندو جه وقعد معاه. أرماندو فهم إن الحاجات اللي مر بيها فين ملته غضب وعصبية. أرماندو قال ورا الغضب ده في خوف. فين خايف إنه ما يعرفش يحمي جوين. أرماندو قال لفين أنت أقوى مما تتخيل. قال إنه يواجه المشاعر المدفونة جواه. أرماندو وعد مش هنسيب حاجة تحصل لجوين. الصبح كلهم وصلوا البحيرة، بدأوا ينظفوا المنطقة. بالليل جوين راحت تنام. فين وإيرني هيتفقوا عشان يراقبوا عليها، لو جالها حلم هيصحوها. بس جوين قالت لو معرفتوش تصحوني. فين قال لها يبقى قومي ده حلمك. بس جوين كانت خايفة لأن الخاطف قوي جدا. جوين جالها حلم عن ولد كان بيوزع جرايد، الخاطف خطفه وقتله وهو حتى مش لابس القناع بتاعه. وهوب أم جوين شافت ده في الحلم، عرفت إن القاتل هو وايلد بيل. هوب سابت بيتها من غير ما تصحي جوزها. جوين مشيت وراها، شافت مامتها، وصلت بيت بيل، لمحت الولد المخطوف في القبو. بس بيل جه من ورا ومسك هوب كمان، رماها في عربيته الفان. الخاطف نادى على جوين عشان تدخل العربية برضه. الخاطف عايز يوري جوين ايه اللي حصل لأمها بجد. أم جوين منتحرتش، الخاطف هو اللي قتلها. جوين بتشوف ده وبتبدأ تعيط. شافت كمان أبوها وهو بيعيط لما لقى جثة مامتها. الخاطف قال ايه اللي هيحصل لو مت في العالم ده. جوين قالت هصحى. الخاطف رد يمكن حان الوقت عشان نعرف. فجوين جريت. ولد ميت على التليفون قال لها تستخبى، بس الخاطف لقاها. جوين حاولت تكسر الباب وتهرب، بس الخاطف ضرب ايديها بفاس، وده انعكس في الحياة الحقيقية برضه. في اللحظة دي ولد ميت فتح الباب من بره. جوين وصلت لقمة البحيرة اللي أرماندو بيدور فيها على جثث الأطفال. هو لقى جثة واحدة. أرماندو بدأ يكسر التلج، بس من ورا الخاطف جه عشان يوقفه. بدأ يضرب على ظهره بشاكوش. أرماندو وقع في المية. الخاطف ما حاولش حتى يخليه يطلع. في نفس الوقت جوين اتحبسك في كابينة التليفون، خبطت الكابينة لحد ما تعبت. الخاطف جه ولف سلك التليفون حوالين رقبتها. كل ده بيحصل لجوين في الحياة الحقيقية برضه. فين وهيرني بيحاولوا يرجعوها لوعيها. فجأة كابينة التليفون انفجرت. جوين سيطرت على حلمها. هي أدركت إنها في الحلم ليها قوة برضه. جوين خرجت من الحلم وودت الكل لأرماندو. سحبوه من المية. كلمة أرماندو كانت لقيت فيليكس. بعدها بشوية أبو جوين وفين وصلوا. جه عشان ياخدوهم من هنا، بس جوين قالت لازم نقعد. فين قال لأبوه هوب عايزها يا بابا. لما سمع ده أبوهم قال احنا ماشيين. فين كمان عايز يمشي، بس جوين رفضت تماما. فين قال لازم يمشوا، ما اقدرش اوقفه، بس عندنا فرصة نحميكي. جوين ردت بغضب ازاي هتاخد بالك مني وانت مش عارف تاخد بالك من نفسك حتى. انت بتحاول تمثل ان مفيش حاجة حصلت. انتوا الاتنين عايزين تجروا وتستخبوا زي ما بتعملوا دايما. لما سمع ده مشاعر فين اتفجرت. فاكر اني مش بفكر في كل ده، انا بفكر فيه طول الوقت. محدش غيري عارف ايه اللي حصل هناك. كنت مرعوب. فين بدأ يعيط. قال مش عايز اخاف تاني. جوين قالت له انت اشجع واحد اعرفه. بس ابوهم فضل يقول جوين انت في خطر هنا، لازم تمشي وانا مش بطلب. جوين قالت له بغضب هتعمل ايه، هتضربني؟ ابوهم قال انت زي امك عنيدة قوي. وفي اللحظة دي جوين قالت له على مامتهم ان الام منتحرتش، الخاطف هو اللي قتلها. ابو جوين ما صدقش، بس جوين قالت له بالظبط الكلمات اللي قالها لما شاف جثة مامتهم. جوين قالت لأبوها إن أحلامها كانت مجرد أحلام، وإن أحلامه هو كمان مجرد أحلام. تاني يوم بدأوا يدوروا على جثث الولدين الميتين التانيين. جوين كانت بتطلب المساعدة من المسيح. مع حلول الليل ما كانوش لقوا أي حاجة، فجوين راحت في النوم وهي قاعدة مكانها. دخلت الحلم، الكل حاول يصحيها. فين أدرك إن جوين نامت بأصل. في الحلم الخاطف ظهر قدامها. جوين جريت. الخاطف بدأ يهاجم اللي معاها، وفي اللحظة دي تحت المية جوين شافت جثة ميتة. لما شافتهم جوين حاولت تطلعهم على السطح. الخاطف هاجم فين. أي حاجة بيعملها في الحلم بتحصل في الحقيقة برضه. أبو جوين نزل تحت المية وطلع الجثة الميتة بره. فين كمان بدأ يدافع. دلوقتي ما تبقاش غير جثة واحدة بس. فجوين بدأت تقرأ آية من الكتاب المقدس. الخاطف قال المسيح مش هنا. بس في اللحظة دي الجثث الميتة طلعت ومسكت الخاطف. هو حرر نفسه من واحد، بس جثة ميتة تانية رمته على الأرض. الأولاد الميتين التلاتة ظهروا قدامه. جوين ضربته بالفأس. الخاطف بقى ضعيف لأن الأولاد تم العثور عليهم. فين كمان عرف مكان الخاطف، مسكه وبدأ يضربه. جوين قطعت رجل الخاطف بالفأس، رموه في التلج. الأولاد التلاتة سحبوه لتحت. تاني يوم أرماندو بلغ كل الأمهات والآباء إن جثث أولادهم الميتين تم العثور عليها. في نفس الوقت التليفون رن تاني، بس المرة دي فين ما قدرش يسمع رنته، وده معناه إن المكالمة دي لجوين. في الطرف التاني من التليفون أم جوين ردت، اتكلمت مع جوين. أم جوين قالت انتي عملتي كويس قوي، حررتي الأولاد دول. جوين سألت ماما هو أنا هفضل كده ملعونة؟ مامتها قالت دي مش لعنة يا حبيبتي. لو الملخص المفصل ده أعجبك دوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف باقي ملخصاتنا، وسيب كومنت فيه رأيك أو أي اقتراح عشان نطور محتوانا ونكون أحسن. ولو عايز تعرف إيه اللي حصل في الجزء الأول من الفيلم، الملخص
بتاعه موجود في القناة برضه.